ميكس كده رهيب ما بين الكنافة وطبقة من الجلاش، وفي النص طبقة بودنج. بجد بجد اختراع يا كوتش، حاجة كده في منتهى اللذاذة والشياكة. فكرة بسيطة من أفكاري المتواضعة هعملها من بواقي الجلاش. خليكي معايا لآخر الفيديو ويلا بينا نشوف الطريقة. معايا هنا دول 3 كوبايات حليب أو لبن مغلي من قبل كده ومتبردين. نفس المج ده هو نفس المج الأبيض الإزاز الشفاف العادي. معايا هنا معلقة كبيرة لبن بودر، معلقة كبيرة كريم شانتيه، معلقة كبيرة سكر، معلقتين كبار نشا. تمام كده، هحطهم كده على اللبن وهبدأ أقلبهم على البارد، وبعد كده هرفعهم على النار لحد ما القوام يتقل. أنا مش عاوزة القوام يكون تقيل قوي ولا خفيف قوي زي قوام الكيك كده. شايفين كده؟ هو كده تقل معايا وده القوام المظبوط اللي أنا عاوزاه. هنركن بقى البودنج على جنب ويلا بينا نشوف الكنافة هنعمل فيها ايه. معايا هنا حوالي 300 جرام كنافة، وده سمنة بلدي على زيت. هبدأ بقى اضيفها عليها كده، ممكن تحط سمنة بلدي على سمنة نباتي او سمنة بلدي على نباتي على زيت، اللي متوفر عندك اعمليه. هحط بقى شوية كده على الكنافة وابدأ اقلبها كويس جدا. انا عاوزاها زي الرملة المبلولة كده. هغلفها كلها بالسمنة. انا لقيتها محتاجة شوية هضيفهم كمان. تمام كده، وابدأ اقلبها بقى كلها. اغلفها كلها بالسمنة، هتبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي بقى بواقي الجلاش اللي متقطعة واللي ناشفة واللي مش نافعة استخدمها، فخليتها كده على جنب وهبدأ بقى اقطعها تقطيع عشوائي. هقطعها كده بالمقص اي تقطيعة تكون ناعمة. تمام كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعدين هغلفها برضو بالسمنة. قطعتها كده معايا وحاولت افككها من بعضها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. فككهم كلهم كده، اي حاجة شابكة في التانية فكها. وبعد كده هبدأ اضيف لها السمنة بالمعلقة كده، مش هضيفها مرة واحدة دفعة واحدة تقوم يعني تلزق كل الجلاش في بعضه. انا عاوزاه بس يعني يتغلف كده بالسمنة على خفيف. تمام كده، هقلبه بقى بالشكل ده واحدة واحدة كده. وبعد كده هجيب بقى الصواني اللي انا هحط فيها، الصواني اللي هي بتاعة الكب كيك. هبدأ ادهنها برضو بالسمنة اللي معايا، او ممكن زيت، المهم ندهنها دهنة كويسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. المقدار ده عمل لي 24 كب من اللي انتوا شايفينه ده، وفي اخر الفيديو هوريكم الصينيتين مع بعض. هبدأ بقى اوزع الكنافة الاول. ده هتكون اول طبقة معايا. هبدأ بقى افرد الكنافة على جوانب الكب كده زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان انا اعمل حرف عالي للكنافة، عشان لما احط البودنج في النص ما يتحرقش معايا في الفرن. تمام كده. هتكون طبقة رقيقة، مش عاوزاها سميكة قوي. طريقة سهلة وبسيطة جدا، ما خدتش اي وقت معايا زي ما انتوا شايفين كده.
عملتهم بقى بالشكل ده، وبدأت إن أنا الكنافة اللي طبعا طالعة على الجوانب فوق على الصينية اشيلها علشان متتحرقش، وبكوباية كده تكون بنفس المقاس بتاعة الكب، وهبدأ بقى أكبس الكنافة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبدأ أظبطها أما أخلص كبس بالكوباية. لو في أي حاجة مثلا من على جانب الكبات زي ما انتوا شايفين كده بإيدي، هبدأ أظبطها تاني وأبدأ أحط لها كنافة تاني، عشان أنا مش عاوزة البودنج يبان خالص من الكنافة. هبدأ بقى أوزع البودنج حبة في النص كده، هوزع بقى في كل الصينية. وهجيب بقى الجلاش اللي احنا غلفناه بالسمنة، وابدأ افككه برضو من بعضه، يعني وانت بترصيه كده تحاولي تفكيه بالشكل ده وانت بتحطيه على وش الكب. تمام كده. واهم حاجة يكون الكبات مليانة، ما تكونش قليلة كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، لان طبعا لما بتدخل الفرن بتقل شوية. هبدأ بقى برضو ألم تاني اللي وقع على الصينية من فوق، ودي خطوة مهمة جدا. ودخلتها على درجة حرارة متوسطة على الرف اللي تحت خالص على الشبكة. وبعدين ولعت الشواية الأول من فوق لما طبقة الجلاش أو الوش أخدت لون، وبعد كده ولعت لها الفرن من تحت. يعني بالعكس، مش إن أنا أولع من تحت الأول، لأ أنا ولعت من فوق الأول وبعدين ولعت من تحت. طلعت بقى معايا بالشكل ده. وبعدين بسقيها وهي لسه سخنة كده بسقيها بالشربات أو الشيرة أو السيرب. بالنسبة لمقادير الشربات، هما كوبايتين سكر وعليهم كوباية كوباية ونص مية، رشة فانيليا، وعصرة نص ليمونة. وبعد كده لما من بداية ما تغلي ببدأ أعدلها 10 دقايق، وبعد كده بقوم طافية عليها. من بعد ما بتغلي 10 دقايق تفضل غليان مستمر لمدة 10 دقايق. بالنسبة بقى لطريقة نقلها في ورق الكبات كده، هبدأ بقى أنزل بالشوكة من الجنب كده، أنزل كده من جميع الجوانب، أحركها كده حركة بسيطة. وبعد كده هقوم لفها لفة يمين ولفة شمال، وأقوم نازلة بالشوكة للنص من تحت، وأقوم رافعاها لفوق تقوم طالعة معايا. الخطوة دي مهمة جدا علشان ما تتهرست منك. تمام كده. طبعا أنا استنيت عليها لحد ما شربت الشربات وبردت شوية، وبعد كده بدأت أنقلها. يا رب تكون الخطوة دي واضحة قدامك. أنزل كده من الجنب بالشوكة ومن الجنب التاني قصاده، وبعد كده أقوم لفاها لفة يمين ولفة شمال، هتقوم طالعة بكل سهولة. وبعدين تقومي نازلة بالشوكة لتحت خالص من أرضية الكب، وتقومي رافعة الكب لفوق، يقوم طالع معاكي. شايفين لونه دهبي ازاي وجميل، شكلها تحفة جدا. ده كده 24 كب اللي أنا عملتهم. وللأمانة يعني كان كمية الجلاش اللي كانت قدامي ما كانتش كفت، فزودت عليها تاني شوية جلاش، لأن هي بتاخد طبقة. يعني الكب لازم يتملى بجلاش من فوق، لأن لما بيدخل الفرن بيقل. أنا قدمتها بالشكل ده، وليكوا حرية الاختيار في التزيين اللي متوفر عندك، تقدري تزيني بيه. أنا هنا زينتها بالسبرينجل اللي هو على شكل نجوم، وعملت كده بالكريز الأحمر، ودي هزينها بفواكه السكر. تمام كده.
تقدري تزينيها بأي حاجة، ممكن تحطي عليها نوتيلا، ممكن تحطي عليها أي تزيين انت حاباه، أنا بديكِ أفكار وتقدري تزيني براحتك، ودي بتكون فكرة شيك جدا تقدري تاخديها معاكِ وانتِ رايحة زيارة لأي حد في ايدك كده. يا رب تكون الوصفة عجبتكم ويا رب أكون قدرت أفيدكم، ولو معلومة صغيرة لايك وشير وسبسكرايب على قناة نوتيلا وموتزاريلا. شايفين شكلهم كيوت قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.